السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم غادي نوجدوا مسمنات ولا رغيفات بالكفتة والخضيرة، كيجيو رائعين جدا وسهلين التحضير ومقادير جد بسيطة إن شاء الله. بالنسبة للمقادير، عندنا كمية من الكفتة، شحال ما كان عندنا من الكمية. عندنا الفلفل خضراء وحمراء والبصلة كبيرة مشلطة. كيبقى الكمية على حسب عدد الأشخاص اللي عندك في البيت. أنا زدت هنايا معها القليل من الشحمة، كنحكها في الحكاكة، كنحطها في المجمد، ومني كنحتاجها كنحكها في الحكاكة وكنضيفها. ملي كتكون الكفتة ما فيهاش الشحمة كنضيف الشحمة اللي عندي في المنزل، كنحتفظ بها من العيد. كما كتشوفوا كنضيف القليل ولا كنضيف الزيت مقدار كأس مليحة، الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر، والقليل من الكمون، والقليل من العطرية ديال الكفتة. واللي عنده السحتر يدير السحتر أفضل، الابزار كما قلنا. كنشحرهم مزيان، ما كياخدوش شي وقت بزاف. كما كتشوفوا دغيا كيتشحروا. كنضيف الكمية الزيت تكون أكثر لأنني غادي نطلق بهم وبغيت يعطوني اللون في المسمنات ديالي. بالنسبة للدقيق أو العجينة، عندي هنايا جوج دلايف ديال الدقيق الأبيض وزلافة ديال الفينو، القليل من الملح حسب الذوق، والقليل من الخميرة ديال العجينة، هي راس المعلقة فقط يمكننا نستغنيو عنها. وكندلكو عادي العجينة ديال المسمن العادية، كنخليوه مرخوف قليلا باش ما يعذبناش، وكنخليوه يرتاح. كما كتشوفوا العجينة ديال المسمن العادية جدا، كندهنوها بالزيت ونغطيوها بالبلاستيك ونخليوه يرتاح قليلا. كما كتشوفوا انا الحشوه تشحرت لي وكنخليها تبرد، كنديرها قبل العجينه باش تبرد لي نهائيا باش ما تقطع لي شي العجينه. كنقطع العجينه ديالي كويرات صغيره، انا غادي ندير بجوج بجوج، يعني كنضوبلها. داكشي علاش كنقطعها صغيره، كنضوبلها فقط باش ما تقطعليش وما تخرجليش الحشوه خارج المسمنه. اذا بغيتو ديروها في الفران، ضيفوا الكميه ديال الخميره وخلوها تخمر، وكتجي مسمنه كبيره في الفران. انا كنفضل هذا النوع هذا لان كل كنطيبها في المقيله ديالي كيجي طعم زوين واسهل، وكيتوجدوا في وقت سريع جدا. كما كتشوفوا انا مكثره هنا التحميره، فلفل احمر باش يعطيني اللون، والزيت كذلك باش نساعد انني ندهنهم في الاخير. كنطلق بعد ما كيتطلقوا لي وكيترخاو المسمنه ديالي الاولى، كندير كميه لا باس بها، كميه قليله فقط. هي عندي هاد الشحيمه ديالها دابت كتعطي الطعم ديالها، وهاد الكفته كذلك كتعطي طعم مجهد، كيجيو مزيونين ولذيذين بزاف، وكنوعوا بهم المائده ديالنا. هاد الرغيفه الثانيه كما شفتوا الاولى طلقتها وقلبتها لان الجهه التحتيه كتكون ارق رقيقه بزاف. كنطلق الثانيه وكنحط ديك الجهه اللي رقيقه الفوق كما كتشوفوا، وكنطوي الطيه العاديه ديال الرغيفه ديالنا. كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل. ملي كنحس بهم بداو يترخاو ضروري خصني نطيبهم، ما نخليهمش حتى يترخاو بزاف باش ما يتقطعوليش وباش ما يعوجوليش. غادي نكمل الكميه اللي عندي، كميه لا باس بها كتحط لي، كتبقى على عدد الاشخاص كما قلنا. كيتفضلوا يتكلوا سخونين لان فيهم الشحمه. كاين اللي كيدير الشحمه فقط والبصيله الخضاريه حتى هي كتجي مزيانه، القليل من الكفته حتى هي كيجي اروع. كنكملوا الكميه اللي عندنا كما قلنا. دغيا كيطلقوا دغيا كيتوجدوا كما كتشوفوا.
كتبقى لي القليل من ديك الزويته اللي عندي حمراء بالشحيمه، كنديرها باش يعطيني اللون، وكنسخن المقيله ديالي وكنطيبها عادي بحال المسمنات العاديين من الجهتين. بالنسبه اللي عنده عدد الاشخاص بزاف ولا الدار كبيره كما كنقولوا، يولف يدير 2 مقالي كيسهلوا عليه الوقفه في الكوزينه. الوقفه اللي غادي يوقف نصف ساعه كيوقف ربع ساعه، واللي غيوقف ساعه يوقف نصف ساعه ان شاء الله. كتسهل بزاف كما كتشوفوا. كنطيبهم على الجهتين. من الافضل ما تكونش النار مجهده بزاف، من الاحسن البوطه تكون ناقصه كما كتشوفوا، باش كيتحمروا مزيان وكيجيو طيبين. والرائحه ديال الشحيمه رائعه جدا جدا جدا. بالنسبه اللي معنا اول مره، ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمونا بزر لايك. وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم. والرغيفات كما كتشوفوا كيتوجدوا بسهوله، كيجيو لذيذين بزاف بزاف. زعموا عليهم ونوعوا بهم المائده ديالكم، وبالصحه والراحه للجميع.